كيف ما كتعرفوا دابا الجو بدا كيبرد وكلنا ضروري ما كنتحسسوا كنمرضوا شويه. المهم هاد الوصفه هذه للناس اللي كيعمر لهم الصدر ديالهم فاش كيضربهم البرد، او عندهم الضيقه او الحساسيه، المهم كيتخنقوا من الصدر ديالهم. هاد الوصفه هذه راه مجربه، راني كنستعملها هذه سنين، عمرها ما كتخطاني، غير كيبدا البرد كنحضرها. والمهم دابا بغيت نحضرها وقلت علاش ما نشاركش معكم. كناخذ الشريحه ولا الكرموس، كل واحد شنو كيقول ليه، المهم الكرموس كيكون يابس. انا كنجيب هذه ديال ميركادونا فيها نص كيلو، دابا راه تتحطها ميركادونا بزاف اللي بغات تاخذها. وكنغسلو لان كيكونوا رشينو بالدقيق باش ما يخسرش، كنغسلو من داك الدقيق مزيان وكنوضعو في واحد الكسكاس باش كنفوروه. وكنديروا معاه الثومه. الناس اللي كيطيح لهم الطانسيو حاولوا ما تكثروش الثومه، ديروا غير واحد الفص اولا زوج فصوص صغار، لان الثومه راه ما كتحاملش مع الطانسيو، يقدر يطيح لكم الطانسيو وتولي في شي مشكل. المهم كنوضع فيها انا 6 7 الفصوص 8، المهم داكشي علاش قديتو انكم تاكلوا. وكنوضعهم كيفوروا كيف ما كتشوفوا معايا هنا، وضعتها في الكسكاس وخليتها تفور، ما تخليوهاش حتى طيب وتعجن، لا غير كتبدا تفور شويه كتحسوا بها بدات كتنفخ. شوفوا معايا كيفاش تبدل اللوين ديالها، ولات كتبان نقيه، غير كتحسوا بها راه بدات هكذا كتنفخ. شوفوا معايا ملي كتقيسيها بحال كتعجن، ولكن هي نورمالمون ما طيباش بزاف. من بعد كتكونوا موجدين واحد القرعه ديال الزاج اللي تكونوا غاسلينها وماسحينها، ما يكونش فيها نهائيا قطره ديال الماء، وكتوضعوا فيها ديك الشريحه وهي باقا سخونه، يعني من الكسكاس لهذيك القرعه ديال الزاج. شوفوا معايا كتضغطوا عليها مع كتكون سخونه، راه غير كتضغطوا عليها صافي كتضغط. كنضيف عليها معلقه ديال الزنجلان، كتبقى لكم اختياريه بغيتوا ديروها ولا ما ديروهاش، يعني ماشي شي حاجه اللي ضروريه. وكنضيفوا الزيت البلدي، تنأكد عليها الزيت البلدي، يعني واحد الكاس ولا المهم على حسب القياس ديالكم. غير هي ملي تبغيو هكذا تاكلوا، الا ما درتوش فيها الزيت بزاف، ملي تبغيو تاكلوا جبدوا من ديك الشريحه اللي كتكون في الاسفل، يعني كتكون شبعانه زيت، لان باش تهزوا هكذا غير الزيت بوحدها وتشربوها كتجي شويه قاصحه. المهم انا ما كنقدرش عليها يعني نشرب الزيت هكاك، فلذلك كنهز الشريحه تكون عامره مزيان وكناكلها، كنستافد من الزيت ومن الشريحه. كذلك الناس اللي ما كيقدروش هكذا يمضغوها تقدروا تطحنوها وتاكلوها بحال الكوفيتير. والمهم بقاو هكذا تاكلوها في الصباح الوقت اللي فقتوا قبل من الفطور، كل واحد جات ولا 3، وخليوا لي الراي ديالكم في التعاليق. الله يشافي الجميع.